حاضرة. كريم أيت عثمان، مساء الخير. مساء الخير توفيق. كيف هي الأجواء بملعب 5 جويلية؟ والله توفيق، لا أدري كيف أصف هذه الأجواء التاريخية استثنائية. تصور بأن أبواب هذا الملعب فتحت على الساعة 11 والنصف، والمباراة تجرى على الساعة 7:15، أمر لم يسبق وأن حدث في تاريخ ملعب 5 جويلية، والملعب كله اكتظ عن آخره في حدود الساعة 1 فقط، في حوالي 100,000 متفرج. سأقول هكذا لأنه فوق المدرجات، فوق الجدران، في أي مكان، المهم فقط هو أن تشاهد هذه المباراة وهو أن تتمتع بفنية المنتخب الجزائري. الحدث أيضا هو حضور العائلات بأعداد كبيرة وكبيرة جدا، المئات، أقول الآلاف، لن أبالغ في ذلك، حضرت هنا إلى الملعب ولم تتمكن من الدخول. إذا اختصارا هي أجواء فريدة من نوعها. كريم، ما هي التشكيلة التي سيدخل بها المدرب الوطني رابح سعدان؟ من ناحية التقنية التشكيلة عرفت الكثير من المفاجآت. الحارس الوناس قاوي رغم أنه غاب عن المنافسة لأكثر من شهرين إلى أنه يعود ويشارك كأساسي في هذه المباراة. رحو سليمان هو الآخر سيدخل كأساسي بعد طول انتظار. في محور أو على الرواق الأيسر سيكون نذير بالحاج كالعادة. أما في المحور مجيد بوقرة لن يشارك لأنه المدرب الوطني رابح سعدان لم يرغب في المغامرة به، لذلك في المحور سيكون كل من عنتر يحيى إضافة إلى لاعب رفيق حليج. المفاجأة الأخرى هو دخول مهدي الأحسن، أو دعني توفيق سأصحح هذا الاسم مثل ما أكده للزميل عبد الحفيظ شايب، مدحي الأحسن، هذا هو الاسم الصحيح وهو الاسم الذي يطلب به مهدي. وأيضا المفاجأة هو أنه سيلعب إلى جانب يزيد منصوري وإلى جانب يبدأ حسان، 3 عناصر في الاسترجاع، ومهمة صنع اللعب ستكون لكريم زياني. أما في الهجوم فسيكون الثنائي بطبيعة الحال مطمر وغزال. أما القادمين الجديدين وبالأحرى العائدين جبور والعمري شدلي فسيكون على كرسي الاحتياط. نعم كريم، شكرا لك. بالنسبة للمنتخب الصربي كريم، هل يعني في ظل غياب لاعبين مثلا وحضور لاعبين من الطراز العالي كذلك، كيف هي التشكيلة التي سيدخل بها المنتخب الصربي؟ قبل أن أتحدث عن التشكيلة التي ستصلنا بطبيعة الحال بعد لحظات قليلة من الآن، وقد تستغرب لماذا لم تصلنا التشكيلة بسرعة، لأن عناصر المنتخب الصربي رفضوا العودة إلى غرف الملابس إعجابا بالجمهور الجزائري. تصور بأنهم قضوا حوالي 15 دقيقة و20 دقيقة فوق أرضية الميدان ينظرون إلى هذا الجمهور الرائع والاستثنائي، ويلتقطون الصور رغم أنهم يلعبون في أكبر الأندية الإنجليزية والإيطالية، إلى أن علامات الدهشة والحيرة من هذا الجمهور كانت ظاهرة على ملامح هذه النجوم الكبيرة. ولما نعود إلى الغيابات توفيق، سأقول بأنه منتخب متكامل متجانس لا يعتمد على عنصر واحد، لذلك مهما كانت الغيابات فإنه حتما سيقدم مباراة كبيرة وكبيرة جدا، وهو امتحان حقيقي للعناصر الوطنية التي هي بحاجة إلى منافس من هذا العيار الثقيل حتى تكون جاهزة للمونديال، وتكون الجزائر المونديالية في مستوى تطلعات الجمهور الجزائري أولا، جمهور القارة السمراء ثانيا، والجمهور العربي ما دام أنها الممثلة الوحيدة للكرة العربية. نعم كريم، سنعود إلى أجواء اللقاء عند بدايته. نعود إلى ضيف